في سنة 1906 كان في دكتور ألماني اسمه دكتور أولويز ألزهايمر. كان عنده حالة لسيدة عندها 50 سنة اسمها أوجست، اللي بدأت بالتدريج إن هي تنسى كل حاجة أو تقول جمل غريبة أو يتهيأ لها حاجات. بعد وفاتها دكتور ألزهايمر طلب تشريح الحالة، ولما شرحها لقى على المخ لويحات من بروتين بيتا أملويد اللي قلنا عليه، ولقى تشابكات من بروتين تاو والخلايا العصبية ميتة. وقتها كانت المرة الأولى اللي يقدروا يربطوا فيها بين التغيرات الفيزيائية دي ومرض النسيان. وبعدها بسنين العلماء اتفقوا إن هم يسموا المرض ده على اسم الدكتور ألزهايمر، ودي كانت بداية فهمنا الحقيقي للمرض. في مراحل بتحصل للمرض، بتبدأ بنسيان بسيط زي أسماء أو أشخاص أو مواعيد أو أماكن مفاتيح. بعد كده بتوصل لارتباك ذهني هتشوف فيها صعوبة في الكلام أو صعوبة إن هو يتخذ قرار، وبيحصل تغييرات في الشخصية زي خوف وقلق وشك. بيوصل لفقدان الهوية، المريض ما بيبقاش عارف بيته ولا أقرب الناس ليه. وفي الآخر بنوصل لمرحلة الاعتماد الكامل، المريض فيها ما بيبقاش قادر إن هو ياكل أو يغير ملابسه لوحده. هل في علاج للزهايمر؟